ورحمة الله تعالى وبركاته. الزوف اليوم خاوتي، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة وسعادة وفرح وسرور وهناء. عدت إليكم من جديد بعد غياب طويل بفيديو يعني فضولي لا غير. معكم الكاتب الرياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم خاوتي الفيديو هذا مخصص إلى فيديو ديني يتكلم عن النميمة، ويتكلم عن الحقد، ويتكلم عن الحسد الدفين الذي هو موجود في قلوب الكثير من الناس أصحاب النفوس السيئة والخبيثة، أعاذنا الله وإياكم منهم. سوف يلقون مصيرهم من رب العالمين يوم يلاقون ربهم، عندهم ما يلقاهم من رب العالمين. أما في الجانب الرياضي خاوتي، توجد مقابلة للمنتخب الوطني الجزائري 12 أو 13 نوفمبر على ما أظن ضد منتخب مالي بملعب ميلود هدفي، ملعب جديد بمدينة وهران. ملعب بكل صراحة تحفة، ملعب تحفة رائعة جدا. أما مقابلة ضد المنتخب السويدي لم يتم ترسيمها بعد. والله بكل صراحة خاوتي 10 أيام أو 15 يوم باه يبدأ المونديال كأس العالم يعني اللي هو في قطر 2022. سيكون بإذن الله تعالى أحسن مونديال في تاريخ كرة القدم العالمية منذ ولدتها، خاصة في دولة عربية، في دولة مسلمة. لكن المحزن والمؤسف أنه خاوتي، المحزن والمؤسف أنه المنتخب تاعنا ما راحش يتواجد في كأس العالم. أيضا ما تواجدش في روسيا 2018، وما راحش يتواجد في قطر 2022 خاوتي. والله بكل صراحة شيء مؤسف وشيء محزن وشيء يعني أمر يعني غير مقبول ولا غير معقول من الناحية العاطفية. أنه منتخبنا منتخب محارب الصحراء الأفناك الذهبية العالمية، بعد ما علقنا الكثير من الآمال في أوقات كثيرة خاصة في تصفيات كأس العالم، لكن ما حدث في مقابلة العودة ضد المنتخب الكاميروني كان مهزلة خاصة. وحكينا وتكلمنا بزاف خاوتي على الحكم الغامبي بكاري غاساما وما فعله بكاري غاساما. كان يعني بكل صراحة بكاري غاساما يعني كان بطل في تلك المهزلة التحكيمية. وأيضا بلا ما نحكي خاوتي على التحكيم في البطولة الوطنية المحلية، بطولة مهابل، البطولة المنحرفة، ويستحيل أن نسميها بطولة محترفة. في مباراة اتحاد مدينة خنش لأمس بملعب 20 أوت ببشار، الحكم السعيدي قام بمهزلة تحكيمية كارثية في الدقيقة 90، يحتسب ضرب جزاء ويطرد، ضرب جزاء لصالح شباب الثورة، ويطرد لاعب بالبطاقة الحمراء، لاعب توسين أمويلي، لاعب اتحاد مدينة خنشلة. يعني كانت فاضحة تحكيمية شهادة العام والخاص. الحاكم السعيدي بعدما كان في وقت من الأوقات وقفه شهرين بسبب، كان حتى راح يدوه للحبس بسبب الفضائح التحكيمية تاعو. الحاكم السعيدي كان يعني حاكم غير نزيه بالمرة، لا يعرف النزاهة. الحاكم السعيدي لا يمكنه النزاهة، يعرفها الرجال فقط. النزاهة يعرفها الرجال فقط في أي مجال من مجالات الحياة الدنيا،
هذا فيديو متنوع خاوتي، بديته موضوع ديني اللي هو النميمة، وما يلقاه النمام عند رب العالمين رويدا يكون قريب من عذاب السعير وعذاب النار وعذاب الجحيم. الحياة الأخرى، حياة الآخرة غير تماما، غير حياة الدنيا. الدنيا هي مجرد متاع فقط، والآخرة هي دار القرار. والظلم ظلمات يوم القيامة خاوتي. وفي هذا الفيديو أنا أوجه إهداء خاص لأخي وحبيبي وصديقي وقرة عيني اللي هو زين الدين إبراهيمي، ابن عمي، صديقي، أخي، حبيبي، يعني كل شيء في الدنيا بعد والدية وبعد يعني خاوتي اللي هما تانيين. هدي لهم هدية خاصة كامل خاوتي من أمي، خاوتي من أبي، هذو تانيين هدي لهم هدية إهداء ديديكاس ليهم. وديديكاس خاوتي بزاف خلاص زين الدين إبراهيمي اللي هو ابن عمي كما ذكرت، صديقي، قرة عيني، حبيبي، إنسان رزقه رب العالمين بقلب ما شاء الله. شاب صغير في عمره 10 سنوات يزاول نشاطه الدراسي في مدينة خنشلة في مدرسة الأمير عبد القادر في السنة الخامسة من الطور الابتدائي. ما شاء الله تبارك الله الرحمن عليه. أتمنى له كل التوفيق في مشواره الدراسي. والله خاوتي وش أقول لكم، هذا فيديو متنوع، ونعاود الديديكاس لأخي زين الدين إبراهيمي، أخي حبيبي صديقي قرة عيني في الدنيا، بعد الوالدة نتاعي ربي يحفظها، بعد خاوتي من أمي وأبي ربي يحفظهم. اللي عنده قلب مليح كامل ينجيه ربي من العذاب اللي هو عذاب السعير، عذاب النار، عذاب السموم اللي العقل الباطني تاع الإنسان ما يقدرش يتصوره، يستحيل تتصوره خاوتي. وفي الأخير نزيد نعاود ديديكاس أخي حبيبي صديقي قرة عيني اللي هو زين الدين إبراهيمي، نهديله هذا الديديكاس خصيصا له. أعطاه رب العالمين قلب جنة الفردوس الأعلى في داخله. نتمنى له كل نجاح في حياته الدراسية بصفة خاصة، وفي حياته كلها بصفة عامة. حفظه الله ورعاه، وله كل الخير، يلقى كل الخير إن شاء الله يا رب العالمين. أمسية سعيدة وطيبة لكل متابعي قناتي على اليوتيوب كاتب رياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاتب رياضي مستوى عالي، اللهم لك الحمد يا ربي. خاوتي وما تنسوناش دعم القناة سواء بالاشتراك أو بالإعجابات. في أمان الله وحفظه ورعايته. طاب مساءكم بكل خير وبركة، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.